حد هيقول لي هي هنا إن، ليه هنا إم؟ لأن إم هي عبارة عن حرف الجر إن زائد ديم بيديني حرف الجر إم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد في سلسلة تعلم الألمانية مجانا من البداية حتى الاحتراف. فيديو النهاردة هو الفيديو رقم 23، الفيديو الثالث والعشرون في سلسلة الA1. الحقيقة إن إحنا النهاردة في الفيديو هنشرح درسين. أنا لقيت الدرس الأولاني صغير فدخلت معاه الدرس التاني، والأخير في السلسلة. يعني معنى كده إن النهاردة هو آخر فيديو في سلسلة الA1. الحقيقة أنا كنت أتمنى إن احنا نوصل للفيديو ده زي ما أنتوا كنتوا مستنيين إن احنا نخلص السلسلة دي عشان تقدروا تشوفوها كاملة. الموضوع كان مرهق جدا عشان نوصل للمرحلة دي وللفيديو الأخير. بذلنا فيه مجهود كبير جدا من إعداد الورق نفسه وتجهيز الفيديوز والمونتاج والتيم ورك اللي بيساعدني في عمل الفيديوهات. تحققوا كل الدعم والإشادة بالمجهود اللي بذلوه في الفيديوهات دي، ونتمنى نكون قدرنا نقدم لكم سلسلة كويسة تقدروا تستفيدوا منها. فيديو النهارده عنوانه Präpositionen mit Akkusativ. ده الدرس الأولاني، حروف الجر اللي بتعمل أكوزاتيف. أنا عندي كم حرف جر؟ عندي 1 2 3 4 5 حروف جر. أول حرف جر اسمه دوش. دوش يعني خلال أو من خلال. المثال بيقول لي دي Katze springt durch das Fenster. durch das Fenster يعني القطة قفزت من الشباك. معناها حول. das Kind geht den Tisch يعني الطفل بيدور حوالين الترابيزة. gegen يعني ضد أو عكس أو في اتجاه. die Katze springt gegen den Tisch يعني القطة قفزت في اتجاه أو على الترابيزة. ohne يعني بدون. mein Vater geht zur Arbeit ohne Geld يعني بابايا راح الشغل بدون فلوس. وخلي بالك ohne غالبا بتيجي الكلمة اللي معاها بدون أداة. für يعني لأجل، وخدناها مع حروف الجر الزمنية بمعنى لمدة. والجملة اللي عندنا دي اللي هي بتقول ich bin immer da für dich يعني هي أنا دائما هنا لأجلك، وهي جملة رومانسية بيقولوها الألمان لحبايبهم دايما، أنا موجود هنا دايما عشانك. بعد كده الدرس الثاني اسمه Wechselpräpositionen im Dativ. حروف جر بتعمل داتيف بس كلها حروف جر مكانية بتدل على المكان. لو خدت بالك هتلاقيني هنا عامل لك اشكال عشان توضح لك الموضوع ده. الشكل الصغير اللي بالاسود ده دي قطه، اتمنى تكون واضحه، والبوكس المربع ده هو البيت بتاعها. فلو بصيت هنا هتلاقي ان القطه جوه البيت في، فهنا حرف الجر معناه ان بمعنى في. دي كاتسا ام هاوس في المنزل. حد هيقول لي هي هنا ان، ليه هنا ام؟ لان ام هي عبارة عن حرف الجر إن زائد ديم بيديني حرف الجر إم. تمام؟ وطبعا الهاوس تاخد داس، وإن بتعمل داتيف فتبقى إن ديم، فبنختصرها في إم. أوف معناها على ملامس، يعني القطة هنا فوق البيت ولامساه زي الورق كده على الترابيزة ولامس الترابيزة. أقول دي كاتسة أوف ديم هاوس، القطة على المنزل. über أعلى بس غير ملامس، القطة فوق البيت اهي بس مش لامسة السطح. دي كاتسا über dem هاوس، زي الطيارة كده لما تطير من فوق البيت، هي أعلى البيت بس مش لامساه، أعلى المنازل كلها بس مش لامساه. حرف الجر أن بمعنى بجانب ملامس، وفعلا القطة هنا بجانب ملامس، والصورة بتاعتك في البيت بجانب الحيطة ولمساه. دي كاتسا أم هاوس يعني القطة بجانب البيت ولمساه. حد يقول لي أم، هقول له أم هي عبارة عن أن زائد ديم ادينا أم. نيبن يعني بجانب غير ملامس. دي كاتسا نيبن ديم هاوس القطة بجانب المنزل. أنت يعني أسفل. دي كاتسا unter dem Haus القطة تحت البيت، وهي فعلا تحت البيت، هي مش ظاهر منها غير جزء بسيط. hinter يعني خلف. دي كاتسا hinter dem Haus القطة خلف المنزل. zwischen يعني between أو بين. دي كاتسا zwischen den Häusern يعني القطة ما بين المنازل. vor
يعني أمام، دي كاتسا فور ديم هاوس القطة أمام المنزل. كل حروف الجر دي بنسأل عنها بإيه؟ نسأل عنها بأداة استفهام واحدة وهي فو، معناها أين. وبكده نكون خلصنا درس النهارده، ونكون خلصنا كمان سلسلة اينس كاملة. نتمنى تكونوا استفدتوا معانا في فيديو النهارده وبالسلسلة الجميلة دي. وطبعا لازم أفكركم إن اللي ما شافش السلسلة من أولها يقدر يدخل على قناة اليوتيوب، هتلاقوا اللينك بتاعها في الكومنتات. شوف السلسلة من أول فيديو لآخر فيديو بالترتيب عشان تستفيد منها، عشان تكونوا جاهزين معانا لسلسلة الآرت سيفاي بعد الفيديو ده على طول. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.